يجي واحد بمنتهى القلاطة يقول لي انا هستخدم السليت في المطبخ. ليه؟ هو انت هتستخرج فحم من قلب المطبخ ولا هتعمل ايه؟ بص معايا، السليت خامة جامدة جدا، جامدة لدرجة انها ممكن تقعد في السنين على اسطح في اوروبا وما تقولش اي. بس مشكلته ان هو غامق وتقيل، يعني لو شقتك ضلمه فيها غوامق ما تروحلوش، لان هتزعلوا من بعض جامد وهتكتئبوا انتوا الاثنين. المصيبه بقى ان في ناس بتيجي تقول لك انا هركب السليت ده في المطبخ يا باشمهندس، خامه طبيعيه. مش كده يا باشا، على عيني وعلى راسي، بس ده خامة طبيعية زي ما انت بتقول، فهيشرب مية وزيت وملح وكمون وزيتون وكده وتوابل اكتر من اللي بيطبخه. برضه لو من غير سيلينج هو قافل المسام بتاعته ده، هتحس ان الخامة بتعرق اكتر من اللي بيطبخ. بس بصراحة لما بيتحط في مكان واسع واضاءة دافية وخد مساحة بتحس ان هو بيعمل نور. الخلاصة لو هتستعمل السليت حطه في مكان واسع، اعمل سيلينج، حطه في مكان مش معرض لدهون وزيوت والذي منه. رابع حاجه، ما تستخدموش في حمام ضيق والا هتحس انك داخل كهف. هو مكان يعني الحمام ده بيت راحه، فما تضيقهاش ما تضيقهاش يا راجل. سلام.